عسلامة يا جماعة، شحوالكم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيانين؟ المهم اليوم جبتكم واحد الوصفة كتجي صحية وبنينة ما تشبعش منه الصراحة، وشكلها كيجي رائعة. المهم لا نحتاج لا الفرن، لا نحتاج لا الفرينة، لا الزيت، لا خميرة، لا حتى شيء. المقادير بسيطة وصحيين، تحضروكوا صغاركم ولا حتى نتوما زادا. تو غادي ندوز طريقة التحضير. المهم توا غادي ندوز طريقة تحضير هاد الحلوى كتجي ساهلة يا البنات. عندنا التمر، عندنا 320 غرام من التمر. المهم التمر غسلنا التمر، نحينا العلف اللي فيه وغادي نحيه في لاشكوط. نجم تشريو التمر معجون اللي منعج فما في الباكوت يتباعو، ولا تنجم تحضروا في الدار. المهم اختاروا التمر اللي كتجي رطبه تكون لكم ساهله باش تطرحيهم في سعفسك. نحضروا العجين تاع التمر. المهم غادي نحي في الهشوار. مهم طريقه سهله وبسيطه. المهم غادي نحصل على العجين تاع التمر. المهم ديما اختاروا التمر اللي كتجي معجنه. المهم حصلنا على العجين تاع التمر كتشوفوا. المهم الطنجره غادي نضعوا في 60 غرام تاع الزبده على حسب جوج مغارف كبار تاع الزبده. المهم 60 غرام، ديما تعبروا بالميزان ثم يكون عندكم الميزان في الدار. المهم غادي نخلي الزبده تذوب وغادي نضيف هذيك العجين تاع التمر. المهم 320 غرام تاع التمر. المهم غادي نخلطها جيدا حتى تشرب هذيك الزبده. وبالمعدة غادي نضيفوا المغرفه صغيره تاع القرفه اللي حاب النكهات تاع القرفه. نحط المغرفه تاع الماء الزهر اللي حاب النسمه تاع الزهر. نفوح التمره. مهم 5 دقائق وتحضر هاد الحلوى كتجي رائعه وصحيه، بدون فرينه، بدون فرن، لا حتى بلا تماره، لا حتى شيء في سحف، ما في حتى شيء في ساح تحضريها. المهم كتشوف شربت الزبده وديك القرفه. تاو نحتاجو بسكوي. المهم الباكو تاع البسكوي. المهم الباكو تاع البسكوي اللي فيه 180 غرام. مهم ديما تعبروا بالميزان، وغير شريتي الباكو تاع البسكوي ديما تعبروا يجيكم المقادير هما هذاك. المهم نحتاجو بسكوي 180 غرام فقط. بسكوي نجم تهرسوها بالمغرفه على الطريقه، وتنجم تحطوا في الهشوه. نعمل دوره 2 فقط، نخليهم في تكرميش تاع البسكوي في التمر. المهم عملت دوره فقط. المهم كتشوفوا مازال باين فيه البشكوطور، نخليها حتى مازال غادي نزيدو الدويره فقط. المهم مازال باين فيه الكعب تاع البسكوي. المهم حصلنا على العجين كتشوفوا كيجي معلق. المهم توا غادي نحتاجو هاد الطبق مستطيله، غادي نضعو فيه بلاستيك وغادي نضعو فيه هذيك العجين اللي حضرنا، وغادي نطلقو في الطبق يجي قد قد. مهم طريقه سهله. المهم غادي نسرحو هاد بالمغارفه فقط، وبالمعده غادي نحضروا التزيين تاعو ساهله عند المكسرات. المهم عندنا 100 غرام مكسر، 100 غرام فقط. المهم كمل الحلوى تاو غادي نقلبوها. نحتاجو شويه كاوكاو مطحون، كاوكاويه مطحونه غادي نحطو تحت تاع هذيك التمر. ما يجينا لاصق الى قصينا التمر تاعنا، ما تجينا نحطو الكعبه في الطبق، ما تجينا لاصقه لا حتى شيء. المهم عندنا كاوكاويه مطحونه ولا باللوز، المهم اللي موجود في الدار. كتشوفوا غادي نبسطوا هاد الطريقه، وبالمعده غادي نرجعوا في الطبق اللي حضرنا هاد الحلوى. المهم تاو غادي نرجع في الطبق، وبالمعده غادي نحضر طريقه تاع الزيين.
المهم عندنا 100 غرام من الكاجو، 100 غرام من الكاوكاو، المهم عندنا 2 المغارف تاع العسل. المهم غادي نضع 2 المغارف تاع العسل في الطنجره، وغادي نصب هذيك كاوكاويه وبالماء تاع الكاجو زاده، ولا عندكم بيشطاش تا هو كيجي فيه رائع، واللوز اللي موجود في الدار تنجم تزين هاد الحلوه كتجي رائع. ولا يجي عندك تضيف فيسا تحضر هاد الحلوه ترافقوا مع داي مع القهوه تجي رائعه وبنينه. المهم غادي نصب الكاوكاو فوق هذيك التمره. المهم فيسا كيتجمد العسل فيسا سرحوا طلقوه في الحلوه، وبالماء زاد الكاجو دا هو زاد غادي نحطو 2 مغارف تاع العسل والكاجو، نخليها حتى تذوب هذيك العسل ونصب فوق الحلوه. مهم الطريقه واضحه وسهله. المهم غادي نوزعوه في الطريقه هذه. المهم كملنا الحلوه تاعنا هاد الطريقه، تنجم تحطوه في الفريجيدير حتى تبرد، تنجم تخليوها في البرا حتى تبرد وبالماء قصوها. المهم كتقص في سهوله كتجي مقاده رائعه. المهم الحلوه تاعنا باردت كتشوفوا تا غادي نقصوها، غادي نقلبوها وبالماء نرجعها في المول ونقصوها. المهم رجعتها في المول تجيكم مقاده مربعات صغار تعمل مربعات كبار. المهم اختياري بالقصان. المهم توجدوا واحد الكاس القهوه ولا الكاس تاع تاي. المهم الحلوه كتجي مع القهوه كتجي رائعه. المهم قسمنا الحلوه تاعنا مربعات وغادي نوريكم الشكل نهائي في القصان كيفاش جات هاد الحلوه. الصراحه ما شكلها كتجي رائعه. جربوا هاد الطريقه بسيطه تحضروا لها الحلوه صحيه. المهم كتشوف كتقص بسهوله كتجي مقاده لاصقه في هذيك المكسرات لاصقين لا يتفرتوا لحتى كتجي معلقه. المهم الحلوه رائعه. جربوا هاد الطريقه تشوفوا المقادير بسيطه يبيت فيها موجود تمر موجود مكسرات موجود البسكويت. حضروا هاد الحلوه كتجي رائعه. المهم نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. المهم البنات ما تنساو واحد اللايك واحد البارطاج واحد التعليق من عندكم الزوين واش نعطيكم الفيديوهات الزوينين كيفكم. المهم نجيبكم شي حاجه خفيفه وبسيطه تحضريها لصغاركم ولا حتى نتوما زاده. المهم الصحه والراحه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. المهم غادي تعجبكم الوصفه صراحه غادي تعجبكم كتجي لذيذه. المهم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.